ان هي بتشتغل في بلد فلاحين زي كفر الدوار، ولما نقول فلاحين يعني البلد كلها عارفه بعضها، وعلى الاغلب ان نص البلد بيبقوا قرايب اصلا. فكون ان هي قالت مواصفات زي اللي قالتها دي، لو كانت مثلا اتقالت على القاهره، على اسكندريه، دي مدن عملاقة، لكن لما تتقال على واحدة شغالة في كفر الدوار خلاص هو بالتأكيد البلد كلها عرفت مين اللي كانت بتكشف عندها. فلا، الدكتورة فضحت أسرار العيانين عادي. العامل الثالث إن الدكتورة تمسكت بالتعميم، وكانت بتعمم الحالات اللي كانت جاية لها اللي كانت بتتعدى على صوابع الإيد على ستات المجتمع المصري كله، وتقول إن الحالات القليلة اللي اتعدت على صوابع الإيد دي لا، ده في المجتمع المصري كله ولازم نلاقي حل وانتوا لازم تتوعوا وبتاع. هي على العموم هي ما كانتش جايه توعي ولا جايه تعمل حاجه، هي كانت جايه تتشهر وخلاص. فاسلوب التعميم اللي هي عملته خلت الخصومه على المستوى المحلي كله، يعني مصر كلها بقت خصيمه الدكتور. فبما ان اذا كل العوامل اللي احنا قلناها دي قلبت